السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته، ورحمة والصلاة الله والسلام وبركاته على رسول والصلاة الله. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. جايزة بقى والواحد كان مأجز، قلنا لا يلا نرجع. انا هعمل لكم النهارده ريفيو عن المضرب اللي هو بتاع النسكافيه ده، خطير خطير. ولا تقولي لي بطارية ولا تقولي لي كهرباء، بصي اللي هو دوت خطير جدا جدا جدا، يعني بالكهرباء بيشتغل، مش ضعيف، وبسم الله ما شاء الله، فعلا فعلا يعني الفلوس مش خسارة فيه. انا قلت بقى اطلع عشان اللي عايزه تجيبه وخايفه تجيبه، لا لا تعالي وجيبيه. وفي كذا حاجه هعملها لكم برضو ريفيو عنها عشان تبقوا مطمنين. انا جبت معايا السكر وحطيت فيها معلقتين من السكر، على فكره عايزه اقول لكم عملته بسكر الدايت، بعد كده كان تحفه. حطيت كيس النسكافيه عليه، وبعد كده انا عامله المعيار بتاع الميه اللي هو الغطا بتاع الازازه الحاجه الساقعه، هو ده المعيار عندي. بتعملي اتنين منه. اتفرجي بقى بيبقى ازاي، بصوا. مجرد ما ضربته ما خدش حاجه معايا، يعني ما يا دوبك كان ثواني وعمل معايا الفون التحفه دوت. ما بياخدش حاجه، يعني اكنك قاعده في كافيه، قاعده في حته بره البيت. عايزه اقول لكم يعني بيطلع الفون بطريقه رهيبه جدا. اهو بصوا، انا ضربته ده السمك بقى اللي انا عاوزاه بتاع الفوم، بوريك ان هو ولا بيقع وتقيل، وبسم الله ما شاء الله عليه تحفه. انا قلت بقى الكوبايه دي كانت لابني اصلا، قال لي ما حطي لي شوكليت بقى وعيشيني دول اللي انا قاعد في كافيه. حطيت له زينتها له وجبت اللبن بتاعي، وبعد كده نزلت عليه. ما بحب، هو ما بيحبش اللبن، تبقى النسكافيه يبقى لبن بس، لا هو بيحبه يعني من ده عليه ده. ورحت بقى حاطه، بوريكم هنا هحط صوص من الشوكولاته عشان اقول لكم ان من الفوم بتاعنا عشان تخين الصوص ما نزلش اصلا. بصوا، عايزه اقول لكم تحفه تحفه. بوريكم بقى هنا، بصوا بصوا الفرق قد ايه من الرغوه والنسكافيه تحت ازاي. عايزه اقول لكم فعلا تحفه ويستحق التجربه. يا ريت كلكم تجربوه لان فعلا جميل. بصوا هو انا يعني انا كنت جايباه كان في حدود 200 جنيه، فجربوه مش هتندموا عليه خالص خالص خالص. ويعني والاطفال والله عايزه اقول لكم عيال بيخشوا يعملوا بيه. ده كان الفيديو بتاعنا عن المضرب النسكافيه، وان شاء الله اطلع لكم في فيديوهات تانية.